حضرتك وانت بتعملي الدايت بتاعك ضوافرك بتتكسر، شعرك بيقع، بشرتك بتبوظ، مجهودك البدني بيقل، بيجيلك انيميا. 5 حاجات هيصيبوكي اثناء الحميه الغذائيه القاسيه، وهي حميه البروتين او الخضروات او الفواكه او حميه الزبادي على فكره، او اي حميه غذائيه ما بيكونش فيها 3 عناصر او 3 مصادر لعناصر مختلفه، زي النشويات، زي البروتين، زي الدهون. لو ما خدتش 3 تدمر جسمك تماما. انت محتاج ال3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بمناسبة دخولنا على الشهر الكريم شهر رمضان، وبمناسبة طبعا غلو الأسعار وارتفاع الأسعار الكتيرة لكل المنتجات اللي موجودة حاليا في السوق، أنا حبيت النهاردة أعمل فيديو بتكلم عن قيمة غذائية قوية قوي لكل المنتجات. ودايما ناس كتير قوي بتهملها في الدايت وبتتجه لدايت قاسي وهو دايت كيميائي. الدايت الكيميائي ده طبعا ما بيكونش فيه اي نشويات في جسمك نهائي، وبتتجه طبعا للبروتينات النباتيه علشان هي سعرها رخيص جدا، وللاسف ما بتروحش للبروتينات الحيوانيه. وفي نفس الوقت هي بتطلق على البرامج دي او تطلق معنى كلمه البرامج الكيميائيه او البرامج القاسيه. احنا عايزين النهارده نشرح الموضوع بطريقه مبسطه ونعرفك يعني ايه برنامج كيميائي قاسي، برنامج ضد احتياجات الجسم، ونربطه لك بارتفاع غلو الاسعار، ونقول لك ايه الحل السهل المناسب ان انا اعمل حميه غذائيه اجيب بيها طبعا عدد كيلوات كويسه، انزل بمعدل كويس كل اسبوع، وازاي الحميه دي ما تكونش مكلفه، وازاي الحميه دي ما تكونش ضد احتياجات الجسم وما تاثرش على باقي الاجهزه بتاعت جسمي كلها وباقي الاعضاء، وما ينتجش عني بعد انتهاء الحميه الغذائيه تساقط شعر، تكسير اظافر، مشكله في البشره، طبعا مشكله صحيه زي ما بيقولوا كمان هي انخفاض مستوى العضلات في الجسم كله او ضمور عضلي للجسم، وتلاقي جسمك بقى نحيف وبقيت ضعيف جدا ولا تقدر على متابعه الروتين اليومي الحياتي، وتبقى انت مش قادر تعمل اي حاجه. وتلاقي حد يقول لك بص يا عم الدايت عمل فيك ايه؟ بص الدايت بهدلك ازاي؟ انت كنت منور قبل الدايت، بعد ما عملت دايت بقى شكلك وحش قوي وبقيت ضعيف ومش قادر تتمرن. بصي عملتي ايه بسبب الدايت؟ بصي مش قادره تعملي حاجات العيال في البيت ازاي، مش قادره تعملي الاكل، مش قادره تعملي كذا حاجه على مدار اليوم. بصي دمرتي جسمك ازاي بسبب الدايت. طبعا كل الكلام ده بيتقال علشان سيادتك بتعمل دايت غلط. الدايت ده كيميائي قاسي، بتدور على نتيجه كتيره بس بتنسى حاجات كتير. عايزين نكمل فيديو للاخر ونعمل سبسكرايب ونعمل لايك علشان نشوف ايه اللي بيوصلنا للكومنتات السخيفه اللي بنسمعها، اللي بيوصلنا لعدم الرضا عن اللي احنا وصلنا له بسبب الدايت، مع ان في الاول بنكون مبسوطين قوي بالنتائج ومحفزين قوي ان احنا نكمل، وبنلاقي نفسنا بنشجع كل الناس اللي حوالينا تعمل نفس الدايت، بس بعد ما نشوف احنا وصلنا لايه بنبدا نقول لهم لا ما تعملوش دايت. مش عايزين نوصل لكده. فرجوا الفيديو الاخر علشان نعرف نحمي نفسنا من النقطه دي. اولا عايزين نتكلم عن نقطه صغيره جدا. انا كشخص بمارس حياتي اليوميه، عندي مهام على مدار اليوم، سواء في الشغل، سواء في البيت، سواء في المدرسه، سواء اي نشاط على مدار حياتي او الانشطه الحياتيه. دلوقتي عايز اعرف ايه هي مصادر الطاقه بالنسبه لي. السؤال ده مهم قوي جدا عشان بناء عليه هنوصل للنقطه اللي بعدها. انا كشخص عايز اكون بعمل حاجاتي كلها بشكل طبيعي بدون اي ضرر. ايه اللي المفروض اكله عشان يكون مصدر طاقه ليا من غير ما ياثر عليا؟ طبعا الجسم بيستخدم مصادر الطاقه 3 حاجات. اول مصدر طاقه بيكون ليك النشويات او الكربوهيدرات، حط تحتها 100 خط، اول مصدر طاقه. ثاني مصدر طاقه بيكون بالنسبه له هي الدهون. ثالث مصدر طاقه هي البروتينات. طيب مصادر الطاقه دي الجسم بيستخدمها دايما ولا بيكون ليها وقت معين؟ يعني انا كل يوم بستخدم نشويات، بعدها بروح للدهون، بعدها بروح للبروتين، ولا في العادي بستخدم حاجه واحده ولا ما تكونش موجوده بروح للثانيه؟ طبعا الاجابه اللي انت لازم تفهمها ان سيادتك لما بتدخل عناصر غذائيه على مدار اليوم هو مش بيستخدمها كلها. يعني سيادتك لما تدخل نشويات وبروتين ودهون مش هيستخدم الثلاثه كمصادر طاقه، لا، هو هيروح للنشويات لان ده المصدر الطاقه الطبيعي اللي احنا عارفينه ودايما لازم يستخدمه في اي وجبه ليه. هيخش
تدخل جوه الجسم، يبدا طبعا الهضم بتاعها من اللعاب، مش عايزين نخش في الكلام كتير، طبعا لحد مرحله الاخراج، لحد ما يستفيد منها ويحولها لجلوكوز ياخدها كمصدر طاقه ويبدا يشتغل عليها. طب لما سيادتك تاخد حميه غذائيه مفيش فيها اي نوع من انواع النشويات، الوجبه دي عباره عن بروتين فقط، ايه اللي بيحصل؟ طبعا انا هنا بتكلم عن البرامج الكيميائيه القاسيه او حميه غذائيه عباره عن خضروات وفواكه. طبعا الفواكه كده كده عارفين انها بتحول جلوكوز فممكن نستخدمها ككربوهيدرات، لكن احنا محتاجين كربوهيدرات كومبلكس زي ما بيقولوا نشويات معقده عشان تمدنا اكبر وقت واكبر طاقه ممكنه على مدار اليوم. يعني دايما الفواكه والسكريات الاحاديه دي بتدي طاقه بس وقتيه لحظيه، فبالتالي مش مستمره، فمش بتكونش مناسبه معانا. مناسبه فين بقى؟ في البرامج الكيميائيه، عشان ما حدش يقول يا دكتور ما انا ممكن اعوض النشويات بفاكهه. ما الفاكهه دي يا دكتور عباره عن سكر، والسكر ده هي الصوره المصغره من النشويات. لا يا عزيزي المشاهد، احنا بنتكلم عن مصدر طاقه مستمر وليس لحظي. يعني انت لو هتاخد مصدر طاقه مستمر من النشويات لازم يكون نشويات معقده عشان تقعد معاك فتره طويله تدي طاقه، ما تبقاش حاجه لحظيه زي الفاكهه. فده برضو مش اهتماماتي. لكن الفواكه والخضروات والبروتينات فقط هي الدايت اللي بيحتوي على الحاجات دي كلها، هو الدايت القاسي ضد احتياجات الجسم، وده مش مناسب ليك. تعالوا بقى نكمل عشان بس ما نلخبطش الدنيا ونكون ماشيين بالمعلومات واحده ورا واحده. لما انا كشخص بعمل حميه غذائيه وبعمل نظام غذائي اتجه للحاجات دي واركن المصدر الاساسي بتاعي اللي هو الكربوهيدرات اللي هو الجسم بيعتمد عليه، فبالتالي انا بدي رساله للجسم يروح للمصدر الطاقه الثانوي وهو الدهون المخزنه في الجسم. طيب جميل جدا، راح الجسم وخد من مخازن الدهون واستخدمها كمصدر طاقه. طبعا سيادتك عارف ان في مراحل اسمها مراحل دهون عنيده، تكسيرها بياخد وقت ومحتاجه شغل كتير ومحتاجه مجهود كتير، زي ما سيادتك ان انت بيحتاج طاقه عشان تتحرك وتمشي وتبني، انت برضو محتاج طاقه علشان تهد الدهون دي. فخليك فاهم ان انت لو ما عندكش الطاقه المناسبه ان انت تكسر بيها الدهون اللي في جسمك مش هتتكسر. يعني انا دلوقتي لو شخص ما باخدش نشويات وعايز جسمي يروح لمصادر الدهون اللي عندي، المخازن بتاعت الدهون اللي هي في الدهون الحشويه او الدهون اللي في الارداف في الجناب، طبعا ده زي ما الناس بتقول لك بتضحك عليك، تقول لك ما تاخدش نشويات خالص. ليه؟ عشان جسمك يروح يتغذى على الدهون اللي موجوده في المخازن ويفضيها وتخس. طب يعمل كده ازاي من غير طاقه؟ يعني ازاي يروح للنقطه دي وانت مش مديله اصلا طاقه يكسرها ويستفيد منها جلوكوز علشان يستخدمها ويكسر الدهون؟ فبالتالي المرحله دي تحصل وارد، بس وارد برضو ما تحصلش، وارد برضو تكون محتاجه مجهود حركي كبير عشان تحصل. يروح فين بقى جسمك؟ يروح رايح على طول للبروتين، لان هو مصدر طاقه سهل تكسيره وموجود في العضلات وفي الكبد على هيئه كولاجين. الكولاجين ده بيتحول لمصادر طاقه تبدا تاخد مخزون الكبد، والكولاجين ده برضو موجود في العضلات، وكمان البروتينات مكونه للعضل والياف العضل. يحصل لك ايه؟ هدم عضلي. على فكره هو الكلام ده بيحصل في المجاعات، دايما الكلام ده بيحصل اكتر في المجاعات، فانت سيادتك لما بتعمل برامج كيميائيه قاسيه بيدخلك المجاعه، بتروح لسكه المجاعه. لما يتجه الجسم لمصادر الطاقه زي البروتين ويكسرها، تعالى اقول لك بقى بيحصل ايه. عضل بيقع، بيحصل هدم عضلي كبير قوي، ضعف بدني قوي جدا، مش قادر تمارس حياتك، مفيش عضل، مفيش عضلات. العضل ده على فكره هو الكتله الهيكليه التي يستخدمها الانسان في اي مجهود حركي. ما عندكش كتله عضليه هتلاقي نفسك ماسك الشنطه بتاعت الاكل تعبان، هتلاقي نفسك بتجيب جهاز من الارض تعبان، هتلاقي نفسك بتشيل حاجه تعبان. ما انت عندك مشكله في العضلات، ما انت مفيش بروتين. طيب ايه تاني؟ كل الخلايا بتاعتك بيدخل في تكوينها بروتين. طب ايه تاني يا دكتور؟ كرات الدم الحمراء
كلها تكوينها بروتين، يجيلك انيميا وما تقدرش تكمل، هبوط حاد. ايه تاني يا دكتور؟ كل انزيمات جسمك والهرمونات تكوينها بروتين. تدمر انت نفسك بقى، لان انت اولا خليت جسمك يكسر البروتين. طب ما انا يا دكتور عامل حميه غذائيه قاسيه وباخد بروتين، هل انت بقى بتاخد كم البروتين اللي انت محتاجه يوميا؟ لا، انت ليك احتياجات من البروتين، الاحتياجات دي كبيره على فكره. فانت لما بتتجه للبروتينات بس، اكيد طبعا بتاخد منها بروتينات نباتيه، ما طبيعي. انت سيادتك مش شخص كل يوم هيفطر فراخ ولحمه ويتغدى فراخ ولحمه ويتعشى فراخ ولحمه وسمك، اكيد هتاخد مصادر مختلفه. جبنه قريش مثلا في الفطار، ممكن بيض، هتيجي في الغداء ممكن مره تاخد فراخ، مره لحم، مره سمك، ممكن طبق شوربه عدس، ممكن زبادي. فبالتالي في مصادر نباتيه وفي مصادر ضعيفه، مش كل المصادر واحده. فهتاخد احتياجات قليله جدا، هتاخد كميه صغيره من البروتين وانت بتكسر بروتين كتير، اللي داخل اقل من اللي خارج، هدم عضلي، مشاكل صحيه بالجمله. صحتك اتدمرت. ليه تساعد حضرتك وانت بتعملي الدايت بتاعك؟ ضوافرك بتتكسر، شعرك بيقع، بشرتك بتبوظ، مجهودك البدني بيقل، بيجيلك انيميا. 5 حاجات هيصيبوكي اثناء الحميه الغذائيه القاسيه، وهي حميه البروتين او الخضروات او الفواكه او حميه الزبادي على فكره، او اي حميه غذائيه ما بيكونش فيها 3 عناصر او 3 مصادر لعناصر مختلفه، زي النشويات، زي البروتين، زي الدهون. لو ما خدتش 3 تدمر جسمك تماما. انت محتاج ال3، فتلاقي نفسك دخلت للسكه اللي قلت لك عليها، اللي اتكلمنا عليها في بدايه الفيديو. قلنا ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده؟ بص انت وشك ضلم ازاي، كنت منور. ايه اللي يا بنتي اللي خلاكي تعملي الدايت ده؟ انت من ساعه ما عملت الدايت مش قادره تودي العيال المدرسه، ولا تروحي النادي، ولا تخرجي مع اصحابك، ولا تعملي اي حاجه في البيت، دمرتي نفسك. لا لا، سيبي الدايت. تيجي واحده صاحبتك تسالك تقول لك ايه الاخبار، انت شكلك عيانه ليه؟ والله انا مش عيانه، عملت دايت وعمل فيها كده وانا خسيت بس بقى شكلي وحش قوي، جوزي في الرايحه جاي بيتريق عليا، ولادي مش عارفه اعمل اي حاجه في البيت. اوعي تعملي في نفسك كده، اوعي تروحي للسكه دي. ما توصليش بعد النتيجه الحلوه انت نزلتيها ان انت تقولي الفيدباك ده او تعليقك ده على الدايت، انت نزلت بطريقه غلط. انزلي 10 كيلو من محتوى الدهون بطريقه صحيه خلال 3 شهور، احسن ما تنزلي 30 كيلو خلال شهر واحد بطريقه غلط تندمك. وعلى فكره اول ما سيادتك بتسيب البرامج الكيميائيه القاسيه وترجعي تاني للنشويات، بيجيلك مقاومه انسولين ونهى مشارهه رهيبه للسكريات، بتنفجري. وده بيحصل بسبب خلل في افراز الانسولين، نتيجه ان انت كنت معوده جسمك مفيش نشويات، مفيش كربوهيدرات، مره واحده هوب دخلنا نشويات كتيره. خلل جسمك مش قادر يستوعب كميه النشويات اللي دخلت، مش عارف يكسرها، البنكرياس مش قادر يلاحق على النشويات تخش، مش قادر يفرز انسولين، يحصل خلل في افراز الانسولين، يجيلك مقاومه انسولين، يبقى تخسيسك اصلا بعد كده صعب جدا ومحتاج ادويه. يا ريت يا جماعه دايما نخلينا مع حد متخصص واستشاري تغذيه او حد فيزيشن طبيب بشري، علشان يعرفك محتوى الاكل ده بيأثر عليك قد ايه، ويقول لك كميات الغذاء قد ايه هي مؤثره على الجسم. يا جماعه تعريف النيوتريشن التغذيه اصلا هي العلاقه بين الغذاء والجسم الحي. دي العلاقه دي لازم تفهمها كويس. ما ينفعش تمشي ورا كلام نت وخلاص، وتمشي ورا ورق وخلاص. لازم تفهم العلاقه بين الطرفين، بين الاكل والغذاء وسلامته على الجسم الحي اللي هو انت معليك، عشان تعرف الناتج بتاعك ايه. شكرا.